سنة 2023 منصة واتشت بتقرر إنها هتنتج مسلسل قصير يكون شبابي ومكون من 10 حلقات، بس ما كانش عندهم أي فكرة إنها هتكون واحدة من أغرب قصص الإنتاج في الدراما المصرية. مبدئياً كده المسلسل متاخد عن كتاب بيناقش حياة الأطباء في الوحدات الريفية والمشاكل اللي بيشوفوها بشكل كوميدي. المنصة قررت تشتري حقوق الكتاب، فالكاتب حلف بالتلاتة إن محد هيكتب المسلسل غيره، بس هما طلعوا طيبين ووافقوا، وقرروا لسبب غير معلوم إن مخرج العمل يكون ده أول مسلسل ليه. راح المخرج هو كمان قرر يجيب ممثل مش مشهور وأول بطولة ليه، وبرضه وافقوا. طبعاً أنت تخيلت النتيجة، بس الحقيقة عكس ما توقعت تماماً. المسلسل نزل في نفس السنة وكسر الدنيا لدرجة إنه بقى ترند على السوشيال ميديا لشهور بعد عرضه. عرفت بنتكلم عن إيه؟ بالظبط كده يا صديقي ويا صديقتي، مسلسل بالطو. المسلسل من بطولة عصام عمر، محمود البزاوي، محمد محمود، مريم الجندي، تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج عمر المهندس. والنهاردة المسلسل ده معانا في أقوى 10 مسلسلات مصرية قصيرة. استعد بقى كده عشان ما ينفعش يكون في مسلسل في الليست دي أنت ما شفتوش. أهلا بيكم في حلقة جديدة من توب 10 بالعربي. أنت دلوقتي بتتفرج على قناة تيل بلوت، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زرار الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. أنا عايز العيال دي هي اللي تجيني، مش أنا اللي أطلبها. رقم 9، سفاح الجيزة. صديق مخلص، زوج لطيف، وابن بار، أقنعت سفاح الجيزة. المسلسل مستوحى من قصة حقيقية لشخص سايكوباتي كان عايش في المجتمع مستخبي في وسط ناس وشغله وغيره، بس مجرد ما يكون لوحده بيظهر سفاح بدون قلب تقريباً. هتشوف فيه إزاي بيقدر يقرب من الناس، يدرسهم كويس ويلعب بيهم. خطوط درامية معقدة وليها أبعاد نفسية عميقة جداً، وده اللي المسلسل قدر ينقله بشكل قوي جداً، وخصوصاً من الناحية الإخراجية، يعني التصوير، الإضاءة، المونتاج، وطبعاً الشريط الصوتي، لدرجة إن الموسيقى التصويرية والتتر هتحسسك بالتوتر مجرد ما تسمعها. في الدواء اللي ما كنتش لاقيه. ربنا يكرمك يا. وكان من بطولة أحمد فهمي، باسم السمرة، وراكين سعد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري. وفي الغالب هو ما قتلش هالة بس. رقم 8، البحث عن علا. إزاي البحث عن علا قدر يحول صدمة الطلاق الأربعيني من مأساة إلى رحلة مبهجة ومليانة تفاؤل وألوان تشرح القلب. علا عبد الصبور، واللي بعد سنين من الاستقرار الزوجي بتلاقي جوزها قرر الطلاق، وفجأة بتلاقي نفسها مسؤولة بشكل كامل عن الطفلين قدام العالم كله. علا مثلت الصراع الحقيقي اللي بتمر بيه أي ست مطلقة، بداية من نظرة المجتمع اللي بيحسسها بالذنب وكأنه كان قرارها هي بس، أو توقع الفشل المستمر منها بس عشان هي ست. المسلسل كان واحد من أجمل المسلسلات اللي اتكلمت عن الست العربية، وطبعاً حقق نجاح هايل، ده غير إنه ساعد كتير من الستات إنهم يعرفوا إزاي يتجاهلوا المجتمع ويركزوا على نجاحهم بس. المسلسل كان من بطولة هند صبري، سوسن بدر، وهاني عادل، ندى موسى، ومن تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري. أنا آسفة. رقم 7، مسار إجباري. إيه اللي حصل لما بطلنا اكتشف إن عنده أخ في آخر لحظة في حياة أبوه؟ الصراحة كده مش قادر أقف أخد عزبولة لوحدي. 2 شباب من بيئات وثقافات مختلفة تماماً بيكتشفوا فجأة في لحظة هتغير كل حياتهم إنهم إخوات من أب واحد، لكن أبوهم بيموت وبيسيبهم غرقانين في معضلة قانونية وجريمة قتل متورطين فيها. الصراع هنا هو الاختيار بين المبادئ والأخلاق وبين غريزة البقاء وحل اللغز. حرب كبيرة ما كانش معمول حسابها ومع حيتان كبار قوي. وهنا أبطال المسلسل بيلاقوا نفسهم في طريق من اتجاه واحد، مسار إجباري. المسلسل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، وبسمة، وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج نادين خان. سري مع حبيبي. بنت اسمها حبيبة الكردي، كان عندها المدرس بتاعها قام راميها من فوق دور عالي. صفوت ابتدى يشك فيا يا مجدي. رقم 6، عمر أفندي. إيه ممكن يحصل لو لقيت بوابة سحرية بتوديك على العالم اللي نفسك تعيش فيه؟ بعد ما حياته الاجتماعية والزوجية بقت في وضع صعب، عمر بيلاقي سرداب سحري في بيت أبوه اللي مات. الباب ده بينقله بالزمن لمصر سنة 1943، وهنا بيلاقي نفسه عايش في عالم غريب عنه ولكن ليه سحره، وده اللي خلاه يبدأ يتعلق بالعالم ده. المسلسل اتعمل بشكل احترافي من ناحية الديكور والأزياء وأداء الممثلين بشكل كوميدي مميز جداً. المسلسل من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى بسريع، رانيا يوسف، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة. مهمة في منتهى السهولة، ننيمهم وناخد ورق اللي هي نصيبكم.
انتوا جايين عايزين ايه؟ عاوزين نمشي. بما إنك وصلت لهنا والحلقة عجبتك فدعمك هو المحرك الأساسي لتيل بلوت. لايك سريع وسبسكرايب للقناة هيفرق معانا جدا عشان نستمر في تقديم محتوى يليق بيك. انا اللي صاحيه قلبه وشي وما فكرتش اقول صباح الخير. بتموتي في خناق الأعياد والمناسبات والعطلات الرسمية. رقم 5 الهرشة السبعة. ادي أي علاقة زوجين 7 سنين واحكم عليها بعدهم. المسلسل قايم على فكرة غريبة جدا، وهي إن أي علاقة زوجية بتتحول تماما خلال 7 سنين. حجم المسؤوليات والالتزامات اللي بتجبر معظم الأزواج على إهمال العلاقة بتكون هي الصندوق اللي بيدفن فيه كتير من المشاعر اللي كانت موجودة، يمكن ينسوا حتى إنها كانت موجودة. طب وانت ليه ما تفهمش انت لوحدك ان انا لما اكلمك فوق ال10 مرات يبقى انا اكيد عندي مصيبه؟ الجميل في العمل انه اتكلم عن خطوط دراميه مختلفه، مشاكل وصراعات مختلفه، وده اللي وصل لكل اللي شافه، وكأنه مرايه بتحكي جزء من قصته. انصحك لازم تشوفه. والمسلسل من بطوله أمينة خليل ومحمد شاهين وعلي قاسم وأسماء جلال، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي. هو آدم ونادين شبهنا في إيه عشان يقرروا لنا شكل حياتنا؟ رقم 4 ريفو. إزاي ريفو قدر يحسسك إنه في التسعينات لدرجة إن جزء من الجمهور صدق إنه باند بجد وقعدوا يدوروا على أغانيهم القديمة على الإنترنت. رحلة نوستالجيا دافية جدا. الحدوتة بتبدأ ببنت بتدور في صندوق ذكريات أبوها اللي مات، وبتكتشف قصة فرقة موسيقية مشهورة في التسعينات بس اختفت فجأة في ظروف غامضة. مجموعة من الخطوط الدرامية اللي بتتربط ببعض بمنتهى الذكاء. صراع بين الماضي والحاضر مش هينتهي غير لما بطلتنا تلاقي إجابة أسئلتها. حالة درامية عاطفية هتخليك تحس إن اللي بيحصل ده أكيد حقيقي. ده غير مجموعة من أجمل الأغاني اللي ممكن تسمعها اتعملت لمسلسل بشكل عام. عندي حكاية أحكيها لمين وأنا وحيد. المسلسل كان من بطولة أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر، ومن تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل. رقم 3 تحت الوصاية. لما العمل الفني يكون قوي كفاية لدرجة إنه يغير قوانين في البرلمان المصري. واحد من التحف الإخراجية والكتابية وأداء الممثلين بشكل عام. تحت الوصاية كان تحفة فنية غيرت في المجتمع المصري، مش بس في الأفكار إنما كمان في القوانين الخاصة بالوصاية. المسلسل بيحكي عن ست بعد ما جوزها مات ولقت نفسها في مواجهة عالم صعب جدا، مجتمع ذكوري شايفها ضعيفة ونكرة، أهل جوزها اللي عايزين ياكلوا حقها هي وولادها، وفوق كل ده قانون الوصاية اللي ممكن يحرمها من ولادها. حرب نفسية طاحنة اتجسدت واتقدمت ببراعة من منى زكي. أداء أسطوري للتاريخ يدرس في لغة الجسد والانفعالات، وطبعاً نجاح غير مسبوق. المسلسل كان من بطولة دياب، رشدي الشامي وخالد كمال، ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير. عشان يعني ست وكده. انت ليه محسسني ان اللي بيحصل ده عادي؟ هي الأوضة 207 دي مالها؟ رقم 2 غرفة 207. إزاي قدر ينقل تكنيك الرعب والإثارة المصري لمستوى عالمي وخلى المشاهد يقعد مشدود لآخر المسلسل. عن روايات العراب أحمد خالد توفيق. بتدور الأحداث في فترة التسعينات جوه فندق في مرسى مطروح، وتحديداً في الغرفة 207 الملعونة اللي محدش بيخرج منها حي أو على الأقل زي ما دخل. وهنا بيبدأ صراع موظف الاستقبال الجديد جمال الصواف، اللي فضوله خلاه يحاول يكتشف سر الغرفة بدون علم تماماً عن لعنة الغرفة وقدرتها على التدمير. المسلسل عبارة عن تحفة من أجمل قصص الرعب المصري، واللي فعلاً ما ينفعش يكون عدى عليك من غير ما تشوفه. المسلسل من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج محمد بكير. رقم 1 موضوع عائلي. مدام عبلة عبد الجواد كسبت القضية اللي هي رفعها عليكم طردكم من الشقق اللي انتوا قاعدين فيها. ممكن تكون محظوظ وتكتشف إن عندك ميراث. طب واللي اكتشف إن عنده بنت عمرها 20 سنة فاقد الشيء لا يعطيه، وده حرفياً اللي حسه الشيف إبراهيم، وخصوصاً بعد ما اكتشف إن عنده بنت وهو عنده 51 سنة، والأغرب إن مراته ماتت من 20 سنة. ما تقلقش، مش هحرق لك المسلسل، بس فعلاً لازم تشوفه لأنه واحد من أجمل المسلسلات الدراما الاجتماعية اللي اتقدمت بشكل كوميدي مش طبيعي، لدرجة إن كل شخصيات المسلسل حرفياً بتضحك، وفي نفس الوقت بنشوف منهم مشاهد إنسانية بتبكينا ساعات. وطبعاً عشان ده يحصل لازم طاقم التمثيل يكون عالمي، فكان من بطولة ماجد الكدواني
طه دسوقي، محمد رضوان، رنا رئيس ومحمد شاهين، والمسلسل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي. لحد هنا بتنتهي حلقتنا من توب 10 بالعربي، وبيجي ميعاد سؤالنا عن رأيك في قائمتنا. قول لنا إيه المسلسل اللي أنت شايف إنه اتظلم والمفروض يكون في القائمة. ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل تيل بلوت عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير لو الحلقة دي عجبتك، وفعل زرار الإشعارات عشان يوصلك حلقاتنا أول بأول. حبيبة مش بس بنت خالتي، دي صاحبتي الوحيدة ولازم أجيب حقها.